الفريزر وبحطه وهو ساقع كده متلج. ما بسيبش ابدا التوم بره يسيح، هيصفر وهيديكي طعم مش لطيف خالص. باخده من الفريزر، اخد منه المعلقه بتاعتي وبرجعه الفريزر تاني. ما بسيبوش ابدا معايا في المطبخ عشان يفضل لونه فاتح ومديكي النكهه والريحه التحفه اللي بتبقى طالعه منه فظيعه بجد. تمام. يبقى انا بعمل الدقه والصلصه مع بعض. بعد ما بحط الزيت، بحط التوم، بحط الخل. يبقى بحط الزيت، بحط توم، بحط خل. الخل بقى مع التوم بيديني ريحه واو بجد. طبعا كلنا عارفين الريحه دي تحفه جدا جدا جدا. بقلبهم مع بعض شويه يغلوا بس كده مع بعض، يعني ايه، يشكشكوا مع بعض كده شويه. بس طبعا مش بسيبهم يغلوا كتير عشان الخل ما يتبخرش. وبعد كده بنزل بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط او بالهاند بلندر او يعني ابشريها براحتك خالص على حسب سمك الطماطم اللي انت عايزاه. تمام. بس خلاص ما بعملش اكتر من كده. الدقه والصلصه مع بعض في حله واحده. زيت البصل، عليه معلقه توم، عليه نص كوبايه خل، عليه الطماطم المعصوره او المضروبه او المبشوره براحتك خالص. بقلبهم مع بعض مع الملح ورشه الفلفل الاسود ورشه الكمون اللي لا غنى عنها في الكشري. خلاص خلصت وصفتنا. سهله سريعه بسيطه، مش هتقفي في المطبخ اكتر من نص ساعه بس. طبعا لو انت محضره حاجتك كلها حواليكي هتخلصي في نص ساعه. والله والله العظيم يا جماعه اقل كمان من نص ساعه. فعلا الحاجه بتستوي ما شاء الله بسرعه. انت مجهزه حاجتك، مرتبه افكارك، عارفه انت هتبداي ايه وتعملي ايه. خلصت الصلصه معايا خلاص. هغطي عليها واسيبها تتسبك على نار متوسطه وهتدوقي احلى صلصه. صلصه ودقه مع بعض. انا كده خلصت خلاص الوصفه. تعالوا بقى نشوف. تعالوا بقى نشوف احلى كشري مصري. شفتوا الصلصه وجمالها ولا الريحه؟ فظيعه. وادي المكرونه بتاعتنا، الميكس المكرونه بتاعنا اللي حاطين عليه شويه زيت البصل ورشه فلفل اسود مفلفله مش معجنه. وادي كمان الكشري الخطير اللي ريحته قلب البيت، تحفه جدا والف هنا. تعالوا بقى نشوف الاطباق. يا سلام، حاجه بسيطه على قدي انا واسرتي. بخلي طبعا البصل المقرمش التحفه، بصوا البصل وجماله فظيع. بخليه لوحده في طبق والصلصه في طبق وبيحطوا في اطباقهم زي ما هم عايزين، مش بحط كله على بعضه. وبس خلاص.